جميل والله. لك يلا حي الطياره العظيم. جميل والله. طب وين رايح؟ من الدير لإدلب والله. لك احلى دايرين. انا دفتناس. يلا حيو. بحب دفتناس كثير. ربيان فيها. اولادي كلهم دفتناس هربوا. بعد ايش قد تهجرت من دير الزور؟ نعم. ايش قد ضليت تهجرت؟ 30 سنة 30 سنة بالطيران صار لي. الله حيوك. كل الشكر لأهل البلد. الله حيوك. شكر لأم المحرة التي جمعت كل المحافظات السورية في محافظتك. لك ينصر دينك. لك ينصر دينك. لك الله حيوك. يا الله. دفتناس الروح. الله حيوك دفتناس. دفتناس القلب هاي هي. دفتناس الروح احلى اهل دفتناس والله. الله حيوك. هلا بنلف الجوع في الطياره غير شكل. معك معك يا خالد. شعور رائع مو؟ تمام 60 شعور حلو. نعم. شعور كويس. والله ممتاز ما شاء الله الحمد لله. انك انت تكون سند للناس اي بالشعب. والله اي والله نحن سند ودرع ان شاء الله. ان شاء الله. نحن ان شاء الله وقايلهم ان شاء الله. لك الله حيوك. عليهم ورد على اعدائهم نار ان شاء الله. احلى دير. عراسي دير والله. الزور. عراسي والله. حي الله. جيناك يا قدم. راقب على البيت. هيك فطر دفتناس. فطار دفتناس 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 دفتناس. ودعسنا على كل القومين. لك يلا حيو. راقب علم. ايه علم بتاع دفترات. بدي يسووني. يلا. بحب هاي دفتناس. الوردات دفتناس ها. لك احلى دفتناس. دفتناس الحب. دفتناس الروح. سكن في دفتناس. واحلى. احكي لي وردي لابو عبدو كمان. عراسي والله حاج عبد ابو دفتناس. عبدو دفتناس. على اليمين على اليمين روح. ايه كوي كوي كوي. يلا اصبح روح. على دفتناس. الله اكبر. يا جميل. الله حيو. الله حي والله. ما بعد. بحب دفتناس كثير وسكن فيها وعاش فيها. اولادي كلهم في المدرسة. اولاده فيها. ما حب يسد لها ورود كمان. حبيب دفتناس. احلى طيار دايري. عراسي والله. ايه؟ طيارة على يسارك. على يمينك على يمين الطيارة عندك وعندي. هيا هلا بالمخيمات. هيا هلا بالمخيمات. صار لك عمر يا ابو اكرم 14 سنه بتصور البراميل وهي عم ترق نرق. صار لك 14 سنه بتصورها. هلا خي اول مره انت بتصورها وانت راح تركب فيها وراح نطلع فيها ونروح لوين؟ نروح لفوق ادلب ولريف ادلب. راح نروح لفوق المخيمات نفتل فيها لحتى نعيد الذاكره السيئه ونحضر مكانها الذاكره الحلوه. بيقولوا انه الناس اللي بتعيش امور صعبه جدا في معتقل وغيرها بيبقى بيشوف في منامه هذا الرعب لحتى يرجع يشوف نفس المكان مره ثانيه منتهي. ونحن اليوم بدنا نرجع ننهي هذا الرعب وهذا الحال لاهلنا في ادلب. ادلب عاصمه الثوره واهلها. ادلب اللي ما بنزكيها عن بقيه المحافظات ولكن صمدت وصبرت كثير ودفعت فاتوره كثير كبيره في البراميل. تحياتنا لاهل ادلب وريف ادلب وتحياتنا لكل مين تهجر على ادلب وفي النهايه تحياتنا لسوريا الحره كلياتها. انطرونا جايينكم. جاتوا عندكم بس يرجع عندي تاكل ولا تاكل. لا راح جاي عندي بفتره كبيره. حط له تاكل ولا خذوا. ابو اكرم مخيم. هلا بالمخيمات.
على اهل ادلب. حاليا نحن وصلنا على المطار من جديد. اهل ادلب كل عام وانتم بخير. اهلنا في ادلب كل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله هالذكرى بنضل بنحتفل فيها بالخير. نترحم على شهدائنا. الله يتقبل شهدائنا في ادلب من الناس، من المدنيين، من العسكريين. والله يعوض اهلنا في القرى والبلدات اللي مسحت مسح. شكرا لاهلنا في المخيمات، مرقنا وسلمنا عليهم. ومفكر هدول ميكروفون بيحكي فينا هيك. اوه هاي خلصت رحلتنا اليوم في احلى ذكرى بتوقع في ادلب. ما شاء الله المظاهره كانت كثير كبيره، شفناكم من فوق ما شاء الله بيضتوها. ومن هون من هي الطيارات بنقول لكم كل عام وانتم بالف خير، بما انه العيد جاي وصار العيد عيدين. السلام عليكم، تحياتنا لابو اكرم. القبطاي الشجاع يا شباب. ابو اكرم وزنه 15 كيلو، قسما بالله كيف ثبته في الطياره ما بعرف. هات له صبرك بالك انا عم بكذب. خذ. كل عام وانتم بخير يا جماعه. تعال هيك كل عام وانتم بخير يا جماعه. ترى كل شيء حكاه جميل مو مزبوط ولا صحيح. حبينا بس نسلم عليكم لاول مره. طبعا بترك الكاميرا لجميل وانا بحكي بهالمناسبة السعيدة بمناسبة الذكرى العاشرة لتحرير مدينة إدلب، وأول مرة يحتفل أهالي مدينة إدلب بعيد التحرير أو بذكرى التحرير بعد سقوط النظام البائد اللي كانت نواة إدلب اللي كانت نواة لتحرير سوريا. هذا اليوم هو ذكرى لتحرير سوريا وليس لتحرير إدلب. نعم. لأنه أهالي إدلب، لأنه من إدلب انطلقت جحافل المحررين والفاتحين. نعم. على كل بقاع الارض السوريه يا جماعه. مبارك ان شاء الله. دخلكم شغلي ليش ابو بكرم بيحب هي الذكرى. فات على ادلب المدينه يوم التحرير طاش. السلام عليكم.